200 جرام زبده، عندي 80 جرام سكر بودره، عندي 2 اصفر بيض. هنجيب المضرب بتاعنا، هات المضرب الكفه، هات السلك نهيش بيه. مدام ياسمين معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف، اخبار حضرتك؟ الله يخليك، ازي صحتك؟ تمام الحمد لله. يا شيف حضرتك معلش انا بسال عن تسويه البسكوت والكحك في الفرن العادي اللي هو من غير مروحه، يعني البوتاجاز اللي هو بيولع تحت بس وفوق بس. معلش يا ريت حضرتك تقول لي البسكوت على درجه كام وفي انهي رف كده يعني. بصوا يا جماعه، معلش سؤال تاني برضه. اتفضلي. يا ريت حضرتك تقول لي بسكوت النشادر كل كيلو له كام معلقه يعني؟ الكيلو بياخد حوالي 40 جرام نشادر تقريبا ل 50 جرام. خلاص شكرا. بس قولوا لي موضوع التسويه. هقول لك على المروحه دلوقتي، لان المروحه ناس كتير قوي بتسالني على الموضوع ده وفي عندهم لبس، فانا هحب اوضحه. ماشي. المروحه مش محتاج لها في كل الحلويات يا جماعه. المروحه مش محتاج لها في كل الحلويات. السبونج كيك يستوي في الفرن من غير مروحه احسن. السويس رول يستوي في الفرن من غير مروحه احسن. البيتيفورات بسويها من غير مروحه. كل الحاجات دي انا بسويها، ودايما انا هنا لما بشتغل، احنا عندنا هنا الفرن فيه مروحه وممكن اشتغله كديك. الفرن اللي هو من غير مروحه بيبقى اسمه ديك اوفن، انما اللي بمروحه بيبقى اسمه كونفكشن. تمام. فانا مش محتاج الكونفكشن ده في الحلويات. ليه؟ انا محتاج في الحلويات انه ياخد الحراره بتاعته من تحت، ياخد الحراره من الارضيه، لان اخر حاجه بتستوي في الكيكه في الاسبونج في الحاجات دي هي القلب بتاعها. المروحه بيسلط الهواء السخن، والمروحه ليه مواصفات. ما ينفعش ان انا اجيب فرن عادي واركب له مروحه، لازم يبقى فرن كهرباء والمروحه تركب على السخان الكهرباء بعدد سرعات معينه عشان تعمل لي توزيع صح جوه الفرن. العمليه مش ليها دراسه، مش اي كلام يعني. تمام. فيبقى انا لازم احط المروحه بتعمل ايه؟ بتاخد الهواء السخن من السخان وترميه على الاسبونج. هيحصل ايه؟ الوش بتاعي ده اول حاجه هتستوي الوش، لان هي اكتر حاجه جاي لها هواء سخن. في الحاله دي انتوا دايما بتلاقوا ان الكيكه بتبتدي تطلع وبعدين تروح قبه من النص. لما انا هسويها من النص دلوقتي مش هتنطر معايا النطره الصح كده، انا كتمتها لان انا سويتها خلاص. انما بالديك اوفن اللي هو الحراره من تحت هيبتدي يستوي من تحت ويبتدي تتنقل. لما يجي ينطر من النص ويفتح قالب الكيك هيفتح معايا بدرجه احلى. فالتسويه المروحه مش لازمه للحلويات ابدا، ولا للشو ولا للاكلير ولا اي حاجه من دول انا محتاج لها. وانا لما سويت الشو الاكلير هنا سويته من غير مروحه. فلان ناس كتير قوي بتكلمني بتقول لي مش لاقيين الفرن مروحه والحلويات هتبوظ منها. لا مش هتبوظ. وفي المصنع عندي انا ما عنديش، عندي الفرن الرئيسي هو ديك اوفن بلاطه، وده احسن تسويه للعيش. وكل الفران هيك لما بتروحوا الفرن بتلاقوا ان هو الفرن الطاقه اللي مبني ده عباره عن ديك اوفن، لان البلاطه وبياخد السخونيه من الجناب ومن تحت. فما يعني ما تعقدوش نفسكم بالمروحه. والمروحه عشان يجي لازم هيجي معاه فرن كهرباء، لان المروحه لازم تركب على قدام السخان الكهرباء عشان تبقى تاثيرها صحيح، مش هتنفع مع الفرن الغاز. كده النقطه بتاعته احنا كان الزبده بتاعتي هتتضرب اهي بتاعت البيتيفور. الزبده في البيتيفور انا ما اناش محتاج ان انا مش بعمل كريمه زبده او مش بعمل سبونج عشان اهيشها، انا بضربها عندي. مجرد ما ابيضت معايا وهوري حضراتكم دلوقتي، خدت السكر البودره اختلطت بيه ابيضت هاشت، خلاص البيتيفور جاهز عندي. هنقفل كده، عايز حضراتكم تبصوا اهي. بصوا حضراتكم، ابيضت هاشت بقت خفيفه. الاول كانت الزبده صفرة اختلطت بالسكر بقت هايشه وكده جاهزه عندي. هبتدي احط البيض بتاعي. ممكن بس ان انا اقلب الجناب كده عشان تحت لو في حاجه زبده كانت راكزه تحت او حاجه ما تبقاش ايه عندي. تمام. وهننزل هنا اهو، وهبتدي احط الاصفر بيض بتاعي. طبعا هم عشان صفارين بس، فايه لو هو كميه كبيره هحط شويه بشويه. العجميه بتاعتي انا بقلب من وقت للتاني علشان ما
تلدعش مني وما تتحرقش معايا، لحد ما هلاقي ان هي وصلت لقوام معين هبتدي ان انا انزلها من على النار. اهي يبقى احنا كده هنا البيض بتاعي تمام. دلوقتي البيتي فور بتاعي حاجه من الاثنين، يا هقلبه في المكنه، وفي الحاله دي لما اجي اقلبه هشيل المضرب البيض معايا، وهحط مضرب الكف معايا، لان هو الكف اللي مختص بتقليب البيتيفورات او لعمل الكيك او الحاجات دي. نقول حاجه البيتيفور تاني، حطينا 200 جرام زبده، حطينا معاهم 80 جرام سكر بودره، بعد ما اتضربوا كويس وهاشوا وبيضوا معايا حطينا الدقيق الاصفر بيض. الدقيق بتاعي مش هحطه كله مره واحده، هحط زي ما احنا اتفقنا وهسيب شويه صغيرين بره واشوف الاول اختلط وداب، وعشان اشرح لحضراتكم برضو ايه اللي بيتم فيه وازاي اعرف ان الدقيق بتاعي، لان ده السؤال ده كان جالي اكتر من مره، ازاي اعرف ان الدقيق بتاعي كده كفايه وان البيتيفور خد الدقيق بتاعه. كده هنبص كده ونشوف العجينه بتاعتي. اعرف ازاي ان العجينه بتاعتي خدت الدقيق بتاعها؟ لو انا جبت العجينه كده، بصوا حضراتكم اهي، بص انا ايه اللي عملته، حطيت صبعي عليها كده ما لزقتش فيها، خلاص يبقى كده خدت الدقيق بتاعها، كده هتبقى ناعمه معايا. اكتر من كده هات الكيس سعيد وبلبله، اكتر من كده هتبقى يعني احنا ما خدناش الدقيق كله، احنا قلنا 200 جرام دقيق تقريبا او 210 ما خدناهمش كلهم. نقلب بس اللي تحت كده، اقلبها اللي في البيتي فور بتاعي اهو. خلاص هنبتدي نشتغل. اول حاجه هنعملها اللي هي شكل الضفر. عايزكم تتابعوني، قلب يا سعيد هنا كل دقيقه كده مثلا. شكل الضفر كده واضح لحضراتكم، بصوا اهو كده، واروح نازل كده اهو، ببتدي ازق واطلع لفوق شويه واروح نازل وفاصل، ببتدي ازق اطلع لفوق شويه اروح نازل وفاصل اهي، ماشي اهي. ادي خط كده اهو، صف من النوع ده. النوع الثاني عايزين نعمل الورده اهي اهي كده، وابتدي الف اهي كده والف اهي، شايفين حضراتكم اهي. ادي الورد. هنعمل شكل ثالث اهو، اهو كده، ده مستطيل ماشي خلاص. عايزين نعمل شكل تاني، هنعمل حاجه ورده كده، بصوا اهو كده، بدوس واروح رافع، ادوس واروح رافع اهي، ادوس واروح رافع، ادوس واروح رافع اهي كده. ادي ايه، 3 اشكال او 4 اشكال بس سنة معانا. ممكن نعمل كمان زي المزايا كده واخده اهي كده، ادي شكل تاني. ممكن كمان اعمل ايه، ممكن اجي الون جزء من ده، نص شوكولاته ونص ابيض، واحطهم مع بعض وابتدي اعمل بيهم ضفر كده، واروح واخد ضفر تاني الشكل التاني، هتبص تلاقي بيتيفورايه عباره عن 2 في بعض معايا. يبقى احنا كده البيتيفور بتاعي اهو. سعيد هيدخله لنا الفرن على 170 100 ياخد له في حدود ايه التلت ساعه.